بالمزن 70 محمل، وانا شراي بنفس الواهس وخلق البدايات. هل وخاف النشد ياهو اللي بقى وياي، وعد اسماءكم ويا الحرامات. هنيئا للبعيد الغربة وعداي، انا اللي يوجرن بي الجريبات، انا اللي علتم نمرو تدواي، انا المطرود اللي بصدر الحجيبات، انا الماء رايح ويندب ورا ماي. الله أكبر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ألا لعنة الله على أهل البصرة. على رأسي أهالي البصرة جميعا وأتشرف بهم، ولا واحد منهم راح يطلع يناصر الإمام، ولا واحد. الروايات تقول معذرة 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 معذرة. خل أسولف لكم سالفة. أول مرة قرأت بها كتاب هكذا تكلم زرادشت من البداية للنهاية ككتاب ورقي، يعني لأنه قبل كنت أقرأ فصول بالحاسبة، كانت هاي الطبعة مال دار الرافدين. من ذاك اليوم لهذا اليوم، بالمناسبة طبعا أنا هسه بمكتبة دار الرافدين بالبصرة. ذاك يوم هذا يوم كل ما أشوف هاي النسخة أشتريها، وشو أنطيها هدية، أجمع بالبيت. فأحب هاي النسخة لأنه أول مرة قرأت هذا الكتاب كامل بهاي الطبعة. بالمناسبة هذا كتاب ليس للمبتدئين، لا ينصح به للمبتدئين، يعني كتاب صعب ومعقد، يعني ينقرأ بعدين. خل أسولف لكم سالفة الأخ. السالفة الأخ، هاي الرواية صورة دوريان جراي، هاي من الروايات اللي لازم تقرأها صديقي. إذا أنت تقرأ روايات بالبداية بالنهاية بالنص، صار لك سنة تقرأ، ما قارئ أبد، صار لك 50 سنة تقرأ، هاي الرواية لازم تنقرأ، رواية عظيمة. هاي الرواية أيضا من الكتب اللي وين ما أشوفها أشتريها، إذا ما أقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة أنطيها هدية أو أخليهم بالبيت. هسه بهاي المكتبة لقيت طبعة مجلدة ما شايفها قبل، ما أعرف يمكن قديمة جديدة ما أعرف، بس هاي أول مرة أشوفها. فالطبعة هيك مرتبة وفاخرة، فهم راح أشتريها. هذاك رائد العامود جاي يتناقش. شوفوا هاي مكتبة دار الرافدين بالبصرة، لقيت بها ختلة بالأخير بها كتب دينية. اكو كتب وانا قاريهن من كنت صغير كلش احبهن، هذا واحد من عندهن. هذا قصص وخواطر من حياة العلماء، فالكتاب كلش احب هذا، حيل قريته ما اعرف شو كنت، يمكن اول ما طبيت الحوزة. بعد اكو كتاب شفته، هذا القلب السليم سيد عبد الحسين دستغيب. لا كتاب عظيم هذا، لازم تقرأ صديقي إذا أنت مهتم بقراءة الكتب الدينية الأخلاقية تحديدا، هذا رهيب. وعندك جامع السعادات هم لقيت عندهم، هذا كتاب مهم بس يمكن صعب، يعني مو مال بداية، يراد له شوية شرح. طبعا هسه دا أطلع أريد أروح، فلقيت شغلة بالوقت الضائع، جيم اوف ثرونز الرواية، تتذكرون قبل كم شهر مرة نشرتها دا أقراها، اتذكر بوقتها هواي كتبوا لي انه وين نحصلها مترجمه، وين لقيتها ما اعرف شنو. هسه بالصدفه لقيتها بهاي المكتبه دار الرافدين اللي بالبصره، ونفس النسخه اللي عندي نفسها بالضبط، واعتقد موجوده كل الاجزاء، يعني الاجزاء الخمسه اللي هو كل جزء كتابين، فتصير 10 كتب. شنو هاي؟
زين، بما أنه نحتاج شوية بدايات القراءة، يعني هواي ناس هسه بدأوا يقرون كتاب كتابين 3 4 قارين. هذا الكتاب كلش حلو، أو اللي كتبه مصطفى صادق الرافعي. لغته حلوة، ممتعة، سلسة، رائعة. يعني شو تقول عنه؟ ويكتب عن مختلف مجالات الحياة. هاي طبعا حلوة والله. فهذا من الكتب الممتعة جدا للي يريد كتاب من كتب البدايات. روائع الرافعي، أو هذا مشهور أكثر للرافعي اللي هو وحي القلم، اللي هو فصول. لا تخترع الكتاب كبير، عادي تقدر تقرأ من عنده فصول، يعني مو إلا تقرأ كامل. بهاي الصفحة لقيت الطبعات اللي طابعيها الشبكة العربية للأبحاث والنشر. طبعا هاي الشبكة أي شيء مترجمي أو طابعيه هو مهم، بس كون بالموضوع اللي أنت مهتم به، يعني مو مواضيع أنت ما تفيدك أو ما مهتم بيها. هذا الكتاب الباومان هي سلسلة، طبعا سلسلة السيولة، هذا واحد من عندها رهيب، بس أعتقد شوية صعب، يعني راد له خلق. الحب السائل والحياة السائلة، سلسلة السيولة كذا جزء، بس ينقرن كل واحد طبيعي. هذا كلش حلو. حياة السائلة أعتقد يعني اللي يريد يقرأ الحياة السائلة بالبداية، بعدين يقرأ الحب السائل. هذا باومان العظيم أستاذ، والعظمة لله. شو لعب هي؟ أريد أفاجئك مفاجأة ثالثة أستاذ مصطفى أبو عرب. تفضل اسألني. السؤال يقول إسبانيا 46 مليون نسمة، زين. العراق 45 مليون نسمة. اكو زيادة، هذا اللابد، هذا بالحواسم، هذا المعدل بالطاقة، راح نصير 49 سوا. يعني احنا واسبانيا سوا نفس الشيء. إسبانيا كل سنة وكل بطولة وكل محفل كروي تقدم لنا جيل جديد. زين. العراق من كان حمرابي صفر بالجمهور، اللاعب نفسه. شو تقول الفلسفة؟ ايش بس ارفع من منظور فلسفي لماذا نحن نتمسك بنفس اللاعبين؟ انا احبذ انه اتحدث من منظور نفسي. يعني هناك نظريه في علم النفس اللي هي التبرير الذاتي. يعني انا ما اقول غلطت باختيار فلان لاعب، اظل متشلب حتى لا يقولوا لي حتى لا اطلع قدام الناس انه انا اغلط باتخاذ القرارات، او انه انا مو حكيم، او انه انا ما افتهم 100%. فاحيانا مدام حامل احكي لنا على الانجاب. انت حامل. الحامل عند السنه والشيعه لها اجر المجاهد، لها اجر الصائم القائم، وبعض الاحاديث تقول لك اذا ماتت اثناء الحمل فلها اجر الشهيد، وبعض الاحاديث تقول لك لما تولد فلها اجر ما ممكن تدرك هي عظمته، هالقد ما عظيم. استاذ حسين القندره